في بيوت كده مهما كانت حلوة أو شكلها مبهج بيبقى جواها حاجة مش طبيعية، حاجة مش من عالمنا. الحيطان شايلة أسرار والأرض مخبية صرخات وريحة الدم والخراب متغلغلة في كل ركن. النهاردة هحكيلكم حكاية عيلة اتنقلت لبيت جديد، كانوا فاكرينه بداية سعيدة وحياة حلوة، لكن اللي لقوه كان بداية كابوس مش عارفين يصحوا منه. لو انتوا قلبكوا جامد اقعدوا واطفوا النور ويلا نبدأ. القصة بتبدأ سنة 1971 لما عيلة بيرون قررت تشتري مزرعة قديمة في ريف رود إيلان. البيت كان ضخم، الخشب بتاعه قديم، حواليه غابة من كل ناحية، والهوا هناك نضيف وريحته مطر والجو حلو. الأب روجر والأم كارولين ومعاهم 5 بنات صغيرين، كانوا مبسوطين جدا وكل واحدة من البنات بدأت تختار أوضتها. أول يوم كان كله ضحك ونقل عفش، بس في حاجات صغيرة بدأت تبان. الساعة في البيت واقفة على الساعة 3:07، مهما حاولوا يظبطوها ترجع تقف على نفس التوقيت. الكلب بتاعهم سيدي رفض يدخل، وقف عند الباب ينبح بشكل هستيري وكأن في حد واقف جوه البيت. أول ما جه الليل الجو بقى غريب جدا، البرد زاد فجأة والريح كانت بتخبط في الشبابيك كأن حد بيحاول يفتحها. كارولين صحيت على صوت خبط خفيف جاي من القبل، لكن لما نزلت لقيت الباب مقفول بمسامير خشب قديمة كأن حد قفله من سنين. الصبح كانت الكارثة، لقوا الكلب ميت عند الباب، جسمه بارد وعينه مفتوحة وكأن مات وهو شايف حاجة مخوفاه لدرجة الموت. الأيام اللي بعد كده بقت أغرب، كارولين كل يوم تصحى تلاقي كدمات غريبة في ايديها ورجليها كأن حد كان ماسكها بعنف. بنت من البنات بدأت تقول إنها عندها صاحبة جديدة بتلعب معاها لكن الباقيين مش شايفينها. بالليل واحدة من البنات صحيت وهي حاسة إن رجليها بتتسحب، حد هو اللي بيسحبها بس هي مش شايفاه. والأغرب إن البيت فيه أماكن بردها غير طبيعي مهما ولعوا دفايات أو قفلوا الشبابيك. في يوم الباب المقفول بتاع الأب اتفتح لوحده، روجر قرر ينزل يشوف. لقى المكان كله تراب، صور قديمة متبهدلة وألعاب أطفال مكسورة وريحتها عفن. حس كأن في حد بيتنفس جنبه لكن كان واقف لوحده. الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة، الأبواب بتتخبط بقوة، حاجات بتطير من مكانها وأصوات خطوات في الدور اللي فوق رغم إن الكل موجود تحت. كارولين حست إنها مش قادرة تسيب البيت حتى لو حاولت، كأن في حاجة بتسحبها وبتمنعها. وقتها قرروا يستعينوا بمحققين مشهورين بالظواهر الغريبة، إيد ولورين وأرين. أول ما لورين دخلت البيت وقفت في نص الصالة وسكتت، عينيها ثابتة على زاوية فاضية، وبعد لحظات قالت في واحدة ست واقفة هناك وشها مش باين لكن عينيها سودة. وساعتها فهمت إن البيت مش فاضي. بعد بحث وتحقيق اكتشفوا إن البيت زمان كان ملك لست اسمها باتشيبا، اتهموها إنها ساحرة عبدت الشيطان وضحت بابنها الرضيع في طقس دموي، وبعدها شنقت نفسها على شجرة جنب البيت. قبل ما تموت لعنت أي حد يحاول يسكن الأرض دي. لكن لورين اكتشفت إن الموضوع أكبر من كده بكتير، وإن اللعنة مش بس في البيت دي، في الأرض كلها، وكل اللي سكنوا هنا انتهت حياتهم بمأساة. لسه في أحداث تانية كتير في الفيلم، فلو حابب تتفرج عليه ده اسم الفيلم. ما تنسى تشترك في القناة وقولي الفيديو الجاي عايزه رعب ولا جريمة ولا عايزه عن ايه.